انه تسلسل وبالتالي تملك، والعكس يساعد في التسويق. يعني تخيل يقول يعني حتى المجتمع راح يساعده. تخيل يقول المحطه هذه عماله سعوديه 100% مثلا، في بعضهم يساهم بهذا الشيء في لا، المواطن السعودي بالاخير يبحث على انه برضه هو يصير دخله جيد. صحيح. فبالتالي انت لا تتعامل معه على انه فقط موظف، هو في الاخير لازم تعطيه تحفيز من خلال مكافآت ومن خلال ملكيه. صحيح. جميل. استاذ القس سليمان، في اخر اتصال مع عضو اللجنه الوطنيه لشركات محطه الوقود محمد بن خالد ابو عبيد. مرحبا استاذ محمد. حياكم الله. يا هلا فيك. بدايه يا هلا فيك استاذ محمد، يعني هل سوف نشوف التوطين ويسهم بشكل كبير توطين المحطات؟ والله يا اخوي ثامر، مسي عليكم المشاهدين والاستاذ سليمان. حقيقه يعني باسم اللجنه الوطنيه محطات الوقود فيه برامج كثيره تبنتها الشركات، وفيه برامج توظيف سويناها للشباب السعوديين حقيقه يعني في كبرى الشركات في المملكه. انا ودي بس اعقب على كذا نقطه. انا كنت متابعكم حقيقه، انا خارج المملكه لكن متابعكم على الاونلاين. تفضل. في من النقاط اللي ذكرها الاخ سليمان انه الشركات الكبرى في السعوديه وبرنامج التاهيل وكذا، هو فعلا وزاره الشؤون البلديه واهلت 10 شركات الى الان في تشغيل محطات الطرق، وفي برامج كثيره وفي متابعات برضه حتى من الهيئه العامه للسياحه في منظمه سلطان سلمان. في هذا البرنامج حقيقه احنا حاولنا ان احنا نوطن في ما يخص يعني محطات البنزين، خصوصا في التعبئه، ولكن حقيقه يعني ما زال نعتقد انه في الوقت الحالي ثقافتنا او الكلتشر عندنا ما بعد نوصل لهالمرحله في ان احنا نبتدي نوطن عند المواطن السعودي. المواطن السعودي حقيقه فعلا مثل ما قال الاخ سليمان، اذا اعطي المجال سوف يبدا. فعلا ابداع الشباب السعودي احنا جربناهم في الوظائف الاداريه، في الوظائف القياديه حقيقه، وفي الاشراف ابدعوا فعلا. الشباب يحبوا يعني يتعلموا، والكارير حقهم ما شاء الله تبارك الله انهم يتطورون بسرعه حقيقه هذه الجهاده. ولكن فيما يخص التعبئه حاليا مثل ما ذكرتوا انتم في التقرير انه الان متجهين في توجه عالي من الدوله على انه يتم اتمته او التشغيل الذاتي للمحطات الوقود. جميل. فهذا حيساعدنا في سعوده في انه يكون في الاشراف وفي كذا حيكون في، لكن حاليا فعلا يا اخوان تم تجربه واعطاء رواتب لدرجه انه في احدى الشركات حقيقه حتى لا اخفيكم يعني تجربه انه المواطن السعودي مجرد يعرف يقرا ويكتب يوظفونه برواتب ما لا يقل عن 5000 ريال بالتعبئه او كذا، ولكن الشباب لا يستمرون. وش السبب ما يستمرون يعني استاذ محمد؟ والله شوف، حاليا بحكم الدراسات اللي سويناها في اللجنه والدراسات اللي عندنا في الشركات الخاصه، غالبا انه ما زال المجتمع لا يتقبل. يعني خليني اقول لك في احد الشركات فيه موظف حقيقه جاء. طيب استاذ محمد، بس استاذ محمد في نقطه معينه، بيجيك واحد الان من يعني من طلعنا على الدنيا ونقول والله ثقافة المجتمع ما تساهم. طيب إذا ثقافة المجتمع ما شفناهم في المطاعم، ما شفناهم الآن ما شاء الله يتنافسون في برامج حقة السيارات الآن كريم ولا أوبر، ولا شفناهم. يعني دائما هذا بعض الأحيان يقول كلامهم، يقول بعض الأحيان يقول والله ثقافة مجتمع. إلى متى ثقافة المجتمع قاعد تستمر؟ إلى متى إن قاعد نشوف؟ بيعطيك مثال، بيقول أنتم يا محطات الطرق إلى يومنا هذا ما ساهمتوا الآن بحل جذري لمحطات الطرق إلى يومنا هذا. من متى نسمع عن تطوير محطات الطرق؟ هذا اللي نتكلم فيه استاذ محمد. يعني ما نبي نحط دائما ثقافه مجتمع ونلوم السعودي في هذا الشيء انه يروح. احنا اخوي ثامر ما قاعدين نلوم الشباب السعودي ولا نقول بالعكس، احنا كشركات وبالتالي حتى الاخوان في اللجنه انا اتكلم عنهم، يعني انه احنا مستعدين نقدم كل المساعده للشباب السعودي بان يكونوا رواد اعمال في داخل محطات الوقود، ان يكون هو من يشغل المغسله بنفسه، ان يكون هو من يشغل المطعم بنفسه. حلو جميل. كيف يكون رواد اعمال؟ اذا كان هو مثلا خلينا نتكلم بصراحه، اذا كان والله نقول نمشي الان مع بعض ملاك محطه الوقود انها ثقافه عيب ولا ثقافه مجتمع، طيب كيف يخلونا رواد عمل؟ يعني انا اشتغل في محطه غيري واصير رائد عمل، ابي اعرف الطريقه. ممكن انا اقول لك يعني شوف، حاليا محطه الوقود مفهوم محطه الوقود تغير الى ان يكون مركز خدمات متكامله. في مركز الخدمات المتكامله في عده خدمات ممكن انه احنا كشركات مشغله ان نعطي الفرصه ونقدم له الدعم بانه نخصص له ان يشغل بنفسه عن طريق